كلمة سرطان لوحدها بتخض صح؟ بس دايما بيقولوا عشان تواجه عدو لازم تفهمه الأول، وده بالظبط اللي هنعمله هنا. هنفك شفرة السرطان ونفهم إيه هي الخصائص اللي بتحول خلية طبيعية جدا ومسالمة لخلية سرطانية. يلا بينا. طيب، عشان نفهم القصة من أولها لازم نعرف إن أجسامنا دي عبارة عن عالم كامل فيه تريليونات الخلايا، وكل خلية فيهم شغالة زي الساعة، ليها كتالوج وقواعد صارمة جدا للنمو والانقسام. العملية اللي قدامنا دي هي أساس كل حاجة، أساس تجديد أنسجتنا وصحتنا، عملية منظمة ومحسوبة بالملي. لكن إيه اللي ممكن يحصل لو النظام ده باظ؟ يعني ماذا لو خلية واحدة بس قررت تتمرد، قررت تكسر كل القواعد دي وما تسمعش الكلام؟ هنا بقى بالظبط بيظهر السرطان. هو ده تعريفه ببساطة: مرض القواعد المكسورة. يعني نمو فوضوي تماما، خلايا مش طبيعية بتنقسم من غير أي كنترول، وفي الآخر بتكون أورام. والأخطر إنها بتبدأ تغزو الأنسجة اللي حواليها. يعني نقدر نقول إن القصة أشبه بفيلم، بطل القصة خلية طبيعية مسالمة وفجأة بتتحول للجانب الشرير. تعالوا نشوف رحلة التحول دي. الفرق بين الخلية الطبيعية والخلية السرطانية عامل زي الفرق بين النور والضلمة. الخلية الطبيعية ماشية بنظام دقيق جدا، بتستنى إشارة عشان تنقسم وبتستجيب لأوامر التوقف فوراً. أما الخلية السرطانية لأ، دي بسبب طفرات بتحصل جواها بتتجاهل كل ده تماماً، بتدوس بنزين وما بتبصش وراها، انقسام ورا انقسام من غير أي سيطرة. طيب، إزاي التحول ده بيحصل؟ عشان نفهم الموضوع المعقد ده، العلماء حطوا لنا خريطة، أو خلينا نقول كتالوج أسرار الخلية السرطانية. ده بيكشف لنا كل الخطوات اللي بتمشي عليها. الكتالوج ده اسمه السمات المميزة للسرطان، أو The Hallmarks of Cancer. وزي ما واضح قدامنا، السرطان مش مجرد صفة واحدة، لأ، ده مجموعة من القدرات الخارقة الشريرة اللي الخلية لازم تكتسبها. كل جزء في الدايرة دي هو قدرة، زي إنها تنمو من غير توقف، أو تهرب من جهاز المناعة، أو حتى تبني لنفسها طرق إمداد خاصة. تعالوا بقى نمسك أهم القدرات دي ونفصصها واحدة واحدة. أول حاجة الخلايا السرطانية بتعملها هي إنها بتدوس على دواسة البنزين ومش بتشيل رجلها أبداً. كل همها بيكون النمو والانقسام وبس. خلينا نكمل في تشبيه العربية عشان الصورة توضح. الخلايا السرطانية بتعمل حاجتين في منتهى الخطورة. أول حاجة، بتخلي دواسة البنزين تعلق على الآخر وما تبطلش ضغط، دي هي الحفاظ على إشارات النمو. وتاني حاجة والأخطر، بتقطع سلك الفرامل تماماً، ودي هي الهروب من كبتات النمو. يعني من الآخر العربية ماشية بأقصى سرعة ومن غير فرامل. أيوة، أنا عارف إن الشكل ده ممكن يبان معقد شوية، بس الفكرة بتاعته بسيطة جدا. الخلايا الطبيعية عندها شبكة إشارات داخلية معقدة زي دي، بتنظم إمتى تنقسم وإمتى لأ. الخلايا السرطانية بتعمل إيه؟ بتعمل هاك للنظام ده، بتخترق الشبكة دي وتخلق لنفسها طريق مختصر بيبعت لها إشارة: انقسمي 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 من غير توقف. طيب، وموضوع الفرامل المقطوعة، هنا الخلايا السرطانية بتتخلص من حراس الأمن بتوعها. في كل خلية طبيعية في بروتينات حماية زي ال P53 المشهور، ودوره إنه يوقف أي خلل أو انقسام مش مظبوط. الخلايا السرطانية بتهاجم الجينات المسؤولة عن الحراس دول وتعطلهم، وكده الطريق بيبقى فاضي قدامها تماماً للنمو. بس النمو السريع ده لوحده مش كفاية. عشان تبقى خطر حقيقي، الخلايا السرطانية بتطور قدرة تانية مرعبة: إنها تخدع الموت. أيوة، زي ما سمعت كده. بعد ما بتضمن إنها بتنقسم بلا توقف، بتبدأ رحلتها للخلود، وتبدأ تخطط لغزو الجسم كله. كل خلية طبيعية في جسمنا عندها زرار تدمير ذاتي، العلماء بيسموه أبوبتوسيس. ده نظام أمان معمول عشان لو الخلية باظت أو كبرت في السن تدمر نفسها عشان ما تضرش اللي حواليها. الخلايا السرطانية بقى بتتعلم إزاي تعطل الزرار ده، بتهرب من مصيرها المحتوم. ولما الورم بيكبر وبيتحول لكتلة ضخمة من الخلايا، بيبقى محتاج أكل وأكسجين. طيب هيعمل إيه؟ بيكتسب قدرة جديدة اسمها أنجيوجينيسيس، يعني بيجبر الجسم إنه يبني له أوعية دموية جديدة توصله كل اللي محتاجه. حرفياً بيبني لنفسه شبكة طرق وإمدادات خاصة بيه. ونوصل هنا لأخطر قدرة على الإطلاق: ميتاستاسيس أو الانتشار. في المرحلة دي الخلايا السرطانية مش بس بتنمو في مكانها، لأ، دي بتفعل برنامج بيخليها تقدر تتحرك وتخترق الأنسجة اللي حواليها ومنها لمجرى الدم عشان تبدأ رحلتها لأجزاء تانية في الجسم وتعمل هناك مستعمرات جديدة. تمام، كده إحنا كشفنا كتاب الخطط بتاع العدو ده. وبعد ما فهمنا التكتيكات بتاعته، نقدر بقى نلخص أهم النقط ونعرف ليه كل التفاصيل دي مهمة جدا في مواجهته.
لما نرجع نبص على دايرة السمات دي تاني، الصورة دلوقتي بقت أوضح بكتير. كل القدرات دي مع بعض، نمو من غير فرامل، تجاهل لأي أوامر بالتوقف، الهروب من الموت، بناء شبكة إمداد خاصة، وفي النهاية القدرة على الانتشار. كل ده هو اللي بيخلي السرطان عدو صعب ومعقد بالشكل ده. ونقطة مهمة جدا لازم نفتكرها، السرطان مش حاجة بتحصل بين يوم وليلة، لا، دي عملية تدريجية. زي ما القول ده بيقول، الخلية الطبيعية بتتطور خطوة ورا خطوة، مع كل خطوة بتكتسب قدرة من القدرات الشريرة دي لحد ما في الآخر بتجمعهم كلهم وتتحول لخلية سرطانية كاملة. وده كله بيوصلنا لأهم سؤال للمستقبل. لو دي هي القدرات الخارقة للسرطان، إزاي ممكن نصمم علاجات وأدوات تسحب منه القدرات دي واحدة ورا التانية؟ لأن فهمنا العميق للعدو ده هو اللي بيدينا خريطة الطريق عشان نكتشف نقط ضعفه ونستهدفها.